يا عزيز الجلال اللي لك الأمر كله ما لنا إلا أنت يلي كلبنا نساله في يدك كشف الأضرار وكل علة والفرج منك والمؤمن عليك اتكاله أعطني قصة بها قضية ودل رب خارج سجن ضاق صدره وباله ابن قاسم بسجن بها زمانه أحب الله لنكسر مجاتيبه وثنى عقاله شايب بان دق الجسم من عقب جله من وراء عدة البيبان حالته حاله في السجن والمرض زود على الطين بله والبلا من يمينه والخطر من شماله بين ضيق وضيم في حياتهم من له بين بلوى ودوامه وفرق عياله كل يوم وذا الاسعاف جايين يشله والدكاتر تقول الله يلطف بحاله كل ما نام والعربان نومه يزله فزعة الله ولا حظ يدور زواله بحار الله ذبحر وتطياب الجبل لها لفرحان يا قصر يظلل ظلاله يا لفرحان للبريع وانتو اهل الخل والموقف اللي باني يعرف رجاله من بنت البلاوي في محله وحله غير من هولها متعنيات الرحاله دخلت البيت بالغرات جرم وزله عبرها وعاد العلم الأعبار لحاله يا ابن فرحان هادي حط نفسك محله شفت ما شاف ذم جاري لك اللي جرى له شايب وصل 70 وقروا سجله وش تبغون يا هدي بعود هلاله عجلوا بالفرج والجمل للي يدله لا يفوت الثواب ولا تفوت الجماله الجمايل تعز الشخص ما هي تذله والعفو غير من طلبة حقوقه وعداله يا شيوخ القبايل كل قصر وظله يا لكابر ويا لعيان كل نوفاله يا قبايل يا ثقل النايفات المطلة لا تخلون مضغوط تضايق مجاله الزهم شامل والوضع مراد حله يبشر بالاجر والناموس للي سعاله ابن قاسم هذا علمه وذا اللي حصل له مثل ذا واجب النقف معه ونعانه
قالها شاعر ما في معاني خله ابن قرباع يحب انه يوصل رسالة. قالها شاعر ما في معاني خله ابن قرباع يحب انه يوصل رسالة. قالها شاعر